من هديك اللحظة يلي بينجح فيها الطالب من صف 11 ببلش كل مين حواليك من أم أب وأخ وأخت وجار وحتى الجارة، كل مين سمع بنجاحك صار بده يحذرك. السنة الجاية شهادة ما فيها لعبة. من هلا يا دوبك تلحق. حرام مسكين، بدك شد همتك، بدك تكون قد الحمل هون. لازم تشوفوا قنوات الأغاني والمسلسلات كمان. صح. لازم ما تخلوها تحكي على التليفون. يا والله رفقات كتير بتلهي بعضها. أبو بدي أسألك نصيحة، خليك فوق راسك مشان ما تنتهى وتحس. ولأنه الأهل ما بيعطوا إذنهم للي حواليهم بنوب بنوب بصيروا بيضغطوا على أولادهم، أولئك المصنفين ب عندهم شهادة هالسنة. وبالوقت اللي بيكون بقية الطلاب عم يمرحوا ويتسلوا بهالصيف قبل ما يبلش العام الدراسي الجديد، يبلش معسكر الطلاب المعترين من معاهد خاصة لدورات الأساتذة، والله يعينهم. ومع الوقت بصيروا طلاب الشهادة يقومون بأفعال شاذة عجيبة مدعاة للدهشة والاستغراب وانفلاج كل مين شافهم. ايه عندك شهادة ونايم؟ يلعن أبوك ما تقوم تدرس. عندك شهادة صغيرة هلا؟ ما تقومي تنامي من قبلي عشان تفيقي بكرة بكير وتدرسي. عندك شهادة وعم تضحك؟ لنشوف بكرة قد ايه رح تضحك. عندك شهادة صار لك ساعة عم تاكل؟ عندك شهادة وعم تتنفس؟ لا هي من عندي، بس عن جد مو ناقص غير قولوا لنا هيك. يعني مو بس الغريب بينصح، يلي دخله ويلي ما دخله بده ينصح. بيكون الطالب المسكين واقف بأمان الله عم يوقف الباص حامل الكتاب بإيده، بيجي لك واحد ما في 5 أسنان بتمه عم يدخن حمرة طويلة وبيقول له السلام عليكم. وعليكم السلام. حضرتك طالب بكالوريا؟ أي نعم. الله يرضى عليك يا ابني، شد همتك، الله يوفقك، شد همتك، ولا تدرس إلا من الكتاب، لا تدرس من النوتات كلها مختصرة، ويجي الطالب على وقت الفحص عم يختصر من حاله. لك شو بدك تدرس لك ابني، الله يعينك، شو بدك تدرس لتدرس، شو بدك تكتب بالفحص لتكتب. السلام عليكم. الله معك. وعلى نصيحة من هون ونصيحة من هونيك بصيروا بينكشوا لهم الخوف يلي بقلبه النكش، وهذا كله تحت اسم الحب والخوف على مصلحتهم وشهادتهم. مو معقول. عندك بكالوريا؟ اي والله. الله يعينك، قد ما تعب الواحد الشغلة بترجع للحظ. عندك شهادة؟ أنا قعدت 4 سنين البكالوريا وما زبطت معي، شفنا بالحكي البكالوريا صعبة يا عبد الشهادة لسه عبارة ستير بس، قبل الكسارين أكثر بكتير. بليز ركزي شوي بدك تضل. عن جد. وهذا غير الاهتمام المبالغ من الأهل للطلاب يلي بيزيد لبكة لبكة. الله يخلينا اياك يا احسن بك. لا تتلبك امي، بتنجح، لا تتلبك. شو شايفتك متلبك؟ لا والله ماني متلبك. ليكون مو دارس. لا دارس. ماما حتى لو مو دارس لا تتلبك انت. ماشي ماشي ماما؟ ماشي. ما بيخاف عليك. اوكي. لا تتلبك ماما. امي مالي متلبك مالي متلبك. وبيستمر هالمنوال وفيلم الرعب هيك حتى ليلة الفحص. ليلة الفحص
من المتعارف عليه في هذه الليلة المشؤومة وسهر طلاب الشهادات لساعة متأخرة من الليل ليستلموا البضائع المهربة. بسلامة فكركم الأسئلة المتوقعة يلي بتجيهم من الأهل والجيران وكافة الجهات المتوقعة. الو الو، هي توقعات اكيدة عطاهم الاستاذ بلجنة الامتحانات لطلابه، بس وينك؟ لا تعطيهم لحدا، عم حاكيكها. يلا باي. اوكي ايه ما قلت لك انا ستي هلا فاقت وشافت خريطة فرنسا بالمنام، فاحفظيها احفظيها منيح كتير. هي ستي كل ما ما بتزبط. ومع بزوغ الفجر بيكتشف المفحوص أبو شهادة إنه عنده أسئلة متوقعة قد الكتاب، والأحلى إنه ولا سؤال مشترك بيناتهم. بس ومع هيك ببلش أخونا يحفظهم ويراجعهم باعتبار إنه كران دايزر. علي بطل فليك، هيا طر يا جراندايزر، عدوك فاحذر، سلح نفسك، ناضل في الدفاع. وهيك لصباحية أول يوم بالامتحانات بفق لك أبو شهادة وأم شهادة، هذا إذا إجاهم النوم بالأصل، وبيلاقي الكل عم يدعوا له على أمل إنه الله يفك أسر إيديهم ويطلق سراح لساناتهم. آمين يا رب. وبعدين بياخد الأهل هالولاد بالسيارة على مركز الامتحان، وعطول الطريق بيمسحوا لهم شعراتهم وبدللوهم، وبس يصلوا ما بينسوا يكملوا لهم سلسلة الترعيب والترهيب. صحيح، وين بطاقتي؟ اخذتيها؟ تأكدي انه معك. اخذتي انا محتياط؟ هلا بفور دمك اذا رشيت، بس اهم شيء لا تلبكيها. وبعد ما يفوتوا الطلاب على القاعات بيقعدوا اهاليهم برا عم يحولوا ويجولوا، ايه تقول هن اللي عندهم الفحص. يا جماعة هذا معه حبتين ستامول، راسي عم يفج علي فج. وبيمر الوقت وبيخلص الوقت، ومجرد ما يطلع الطالب من الفحص ويا دوب عم ياخد نفس بيلاقي العيلة وعيلة العيلة كلها ناطرته، وفي 50 وش بنطوا بيسألوه شو ضربونا؟ كيف ضربونا؟ وبعد النحيب والبكي والسبسبة بصير الأهل بدهم يسألوا يستفسروا، فبدي يخلق الطلاب وبيصرخوا لك هداك الصوت، لك حلو عني، اتركوني بهمي. وبعد صرخة هالطلاب تتحول نصايح الأهل لسب وبهدلة. على هالأخلاق من إجري بتنجح. حق علي اللي عملت لك لفاية تحت ايديكي ورجليكي، بدك تفوح عليكي بس يخلص الفحص انا بورجيكي. ولي على قامتي مو بقى استوعب شي الصبي مسكين انضربوا فيه وذاته. وبضل الطالب المسكين على هالموال طيلة فترة الامتحان متخبط بين دراسته، بين الزعل والعتاب، بين الدعاء والدموع، هيك ليخلص فحصه بالسلامة. أول ما بيطلع الطالب من آخر امتحان عقد ما بيكون مستني هاللحظة بيرمي هالكتب والنوتات ورا ظهره،
بس الفرحة ما بتدوم أكتر من المسافة من باب القاعة وباب المركز، لأنه في حدا هونيك ناطره بس مشان يذكروا إنه لساته بنص الطريق. هلا بلش الجد، يومين وببلش التصحيح. كله شهر زمان بدون الثلج وبيبان الماء. ورغم هيك بضل الطالب مو عاطي فرحته لحدا، وبتلاقيه فرحان وجانن ومستعد يعوض كل يلي فاته طول السنة. بس كل ما يرجع على البيت يسمع نفس الموال. سمعت لك انه مشددين التصحيح هالسنة، الله لا يوفقهم. يوم قريت بالجريدة انه حيرفعوا المعدلات هالسنة وما حيفوت على الجامعة الا طويل العمر. وبيستمر الأخذ والرد هيك لتبلش لك إشاعات بدء ظهور نتائج، وهون بيخور الطالب على الآخر وبيبلش قلبه ينفض نفض، وخصوصا إنه في 1001 ناطر بس ليشوف شو بده يطلع معه هالفصعون. صار 3 سنين مسكرين باب كل ما دراستك، بس هلا إذا ما جبتي علامات منيحة رح جوزك لأول واحد بدق باب بيتنا، ومين ما كان يكون. شوفوا لا، إذا ما بتنجح هالسنة بدي نزلك على الورشة مثل حمار. واسترجي اللي بدي عيدها على البكالوريال. خالتي بركي بتعطيني رقم بطاقة ابنك لأنه الإنترنت عندي سريع، وأول ما بتطلع علامة ابنك بخبركن على السريع. وبصيروا هالطلاب نهار ونهار وليلهم نهار وهن عم يسمعوا الويل والسبور والعقاب بعظائم الأمور، لدرجة بيقتنعوا إنه حياتهم تحت الخطر، وإذا ما نجحوا لا سمح الله بصير لا لا واخيرا بتطلع النتائج عن حق وحقيقي، وبيبلش موسم المشاكل، وبتشتغل الكفوف والقشط، وبتشتغل بالمقابل الزريد والدموع. وبعد ما ياكل الطالب نصيبه على الحالتين، ونظرا بانه الاهل بهمها اللت وحكي الناس، ببلش لك الكش. أنا بنتي مسكينة اجتها مغصب قلب الفحص، ما خلتها طول عمرها، لولا هيك أقل من سادة اليوم مفترضة، بس شو بدنا نعمل؟ هيك الله كاتب. والله أنا أخي لا درست ولا فتح كتاب، جبت الضغط ورفعني سكري، إلي مكتئب، لا درست ولا درست. طبعا اهالي الناجحين ما بصدقوا حالهم، ببلشوا يتفقسوا ويسمعوا كلام كأنه ابنهم اخترع الذرة يعني. بتمضى الايام واللي رسى ببلش يحضر للسنة الثانية، واللي نجح ناطر ليشوف شو بده يطلع له، وبتطلع معدلات المفاضلة للبكالوريا، وهون بيرجعوا الاهل لياخذوا دور الصدارة ويحددوا مصير ابنهم مثل ما بدهم هن، مو مثل ما بده هو. جايبة 210 بدك تفوتي فنون، شو صاير بعدك انتي؟ بابا إلا لما بدي صير فنانة. اي ماشي ما شو فنانة؟ إذا ما بتفوتي مدني لا أنت بنتي ولا أنا بعرفك. الفنانة قال شو ما طلع لك هندسة؟ وشو ناطر؟
سجل تجارة ولا صناعة؟ ايه قوم على المحل مع ابوك تعلم صنعته. تضرب بها الراس شو سميك. بالطول بالعرض فزدك ناقصك فزدك ناقصك فلاح الاحمر. حاجبة تقول شو بده يطلع وشو بدها تساوي، شو ما طلع احسن من القعدة بالبيت. لك يا جماعة فهموا بقى، ضبط الزايد بولد الانفجار.